حدوتة على موال. النهاردة الحلقة الثالثة في حدوتة على موال. احنا قلنا المرة اللي فاتت هل آدم هو الأزير؟ يعني أتوم ممكن يبقى آدم، لأنه أول حد جه على الأرض والمخلوق الأولاني على الأرض يعني أتوم. وارد قوي إن أتوم هو آدم، وارد جدا جدا. يعني إيه المشكلة إن أتوم هو آدم؟ آه، بمعنى إن أول حد جه على الأرض أتوم، ده في منطوق اليونانيين أتوم. لكن في منطوق المصريين عموما ممكن يبقى آدم. ده شيء طبيعي وارد جدا. لكن هل ممكن يندمج الأزير مع أتوم؟ يعني ممكن يبقى الأزير هو أتوم؟ الحقيقة احنا لازم نتكلم في علم المصريات، علم اللاهوت المصري، علم الآلهة المصرية من وجهة نظر الصور المتاحة لينا والإحداثيات الموجودة معنا. في إله كبير اسمه أمون. أمون هو الإله الخفي أو المخفي عنا، أو اللي مش ما احنا شايفينه على الأرض قدامنا زي الآلهة التانية. ليه صورة، احتمال تكون صورة تخيلية، هم تخيلوها كده، بس هم عموما بيسموه الإله المخفي أو الخفي يعني. الإله أمون موجود في السماء، بذكرهم إنه هو مش موجود، مش شايفينه، هو موجود في السماء يعني. لكن الآلهة التانية كلها تقريبا موجودة على الأرض أو وجدت على الأرض واختفت. علم الآلهة المصرية مفيش فيه تضاد، مش بيتخانقوا مع بعض، مش منافسين لبعض، مش كل إله له مكان وله نفوذ وله سلطان. لا، الآلهة كلها بتحل في بعضها، بتدخل في بعضها. الفكرة كالتالي، فكرة اللاهوت المصري كالتالي: في إله كبير اسمه أمون، وله آلهة صغيرين، أرباب صغيرين موجودين على الأرض. الأرباب دولت أقل منه رتبة ومقاما ودرجة، كلهم يحلوا في بعضهم؟ لا، في واحد نموذج، في واحد كبير فيهم اسمه الأزير. الأزير ممكن ياخد صور متعددة، يعني ممكن ياخد صورة رع، ممكن ياخد صورة أمون، يمكن ياخد صورة أمون رع. يعني الأزير يعمل ده كله. طيب الأزير ممكن يبقى بتاح. أنا عندي في شغلي في ترجمتي ياخد صورة بتاح. ده ليه؟ لأن مرات الأزير اسمها إيزيس أو القصية، أو هو كان اسمه قصير تبقى هي قصية. هنتجاوز في الاسم ونسميها إيزيس على الاسم الدارج اللي ماشي في لسان الناس حاليا في الوقت الحالي. إيزيس ديت خدت صورة سخمت. الآلهة بتحل ببعضها. طيب ما هي سخمت تبقى مرات مين؟ تبقى مرات بتاعها. سخمت تبقى زوجة بتاعها. ازاي إيزيس تبقى سخمت وسخمت زوجة بتاعها؟ لأن الأزير في حد ذاته أما بينتقل عمله من كهنوت سماوي إلى كهنوت أرضي، حداد، نجار، صانع معادن، يبقى بتاح. طب النص بتاعه بيقول بتاح، هو بيحل بتاح، هو بياخد صورة بتاح. ولو شفنا صورة بتاح هنلاقيه ماسك صولجان الأزير وماسك عمود جد. عمود جد ده هو أساسا عمود أزير، هو صلب أزير، وعندنا ترجمته هو موجود حاليا حتى في الجاردنر، عمود أزير وصلب أزير وشغل أزير. فهو ماسك في ايديه زي ما هنشوف الصور، ماسك في ايديه علامات الأزير عموما، بس لابس طاقية معينة كده، زي ما تقول طاقية العمال. هو كان حداد، كان نجار، كان صانع معادن. وزوجته في الوقت ديت، او في هذا الوقت يعني، لما يبقى الأزير لابس التوب ده، ما تبقاش مراته إيزيس بالتوب اللي احنا عارفين إيزيس عليها، بتظهر بالصورة الجميلة بالشكل اللي احنا معتادين نشوفه في الصور، بتيجي ظهر لنا بصورة سخمت. إذا ظهرت بصورة سخمت تبقى احنا فاهمين إنها إيزيس، بس لها عمل تاني: إلهة الحرب والقوة وكذا والدفاع وما شابه، وأحيانا إنجاب، إذا ظهرت في صورة سخمت. لكن إذا رجعت تاني لصورتها كإيزيس تبقى هي مع الأزير. فهل الآلهة كانوا بيحلوا ببعضهم؟ يعني هل الأزير حل في صورة أتوم؟ بصفته إيه؟ بصفته إن هو أول واحد جه على الأرض؟ لا، مش بصفته إن أول واحد جه على الأرض، بس قد يكون بصفة الإنجاب، قد يكون بصفات تانية. إحنا ما عندناش علم الآلهة المصري كامل،
يعني احنا مش عندنا العلم كامل، بس ديت بعض مقتطفات، لان النص الحقيقي للترجمة مش موجود. الحقيقة انا كمان المرة اللي فاتت لما ذكرت بلوتارخ وقلت ان بلوتارخ كان ما يعرفش، او كان المصريين، او كانت الكتابة المصرية، ما قلتش الكتابة، انا قلت المصر الفراعنة كانوا ماتوا شبه موت. انا كنت بقصد الفراعنة كهنوت، الفراعنة كموضوع قائم في المعبد. كان الفراعنة بقالهم يمكن أكتر من 1000 سنة مقطوعين عن العمل الكهنوتي، وكانت جت دول احتلال دخلت احتلت مصر، وكان أشهرها بقى بداية الانفصال، تقريبا الانفصال الكبير عن المعبد كان من أول الإسكندر ومن قبل الإسكندر شوية كمان. وبعدين جم البطالمة، وكليوباترا السبعة كانت يعني آخر حد في البطالمة. وبعدين جم الرومان لغايه بلوتارخ تقريبا كان روماني. امينيانوس كان اخر حد موجود في الفتره اليونانيه ديت، اسف الرومانيه دي. وكان اللي موجود معاهم بلوتارخ. طب بلوتارخ ده جه مصر؟ لا، ما جاش. مفيش اي اثر من الاثار بتقول ان بلوتارخ جه مصر، فهو كان موجود في اليونان. كان بيعرف قراءه هيروغليفيه، انا ما عنديش علم، بس اظن بما انه ما جاش مصر خالص يمكن ما يعرفش هيروغليفي. وإن كان يعرف هيروغليفي فما عندوش علوم هيروغليفية تتيح له إنه يحكي لنا القصة اللي حكاها لنا دي. وخصوصا إن هي فيها شيء من الخرافة شويتين يعني. طيب بنقول مرة تانية، إذا كان الأزير مات، ليه الأزير مات؟ طب ليه الآلهة التانيين مفيش أي حاجة على الجدريات ولا في البرديات ولا في أي حاجة بتقول الآلهة التانية ماتت وكفنت؟ اشمعنى الأزير اللي مات؟ لأن الفكرة كالتالي: ليه الأزير مات وبعدين صحي تاني؟ احنا هنقفل النهارده موضوع الكهنوت المصري عشان ننتقل للروايات بتاعت الاسر، ونمشي في تطور الاسر المصريه وكده. بس بناخد فكره عن عن اللاهوت المصري وننتقل. هنقول ليه الأزير مات وليه قام. الفرعون كان هو ابن الإله، وكل فرعون بيموت. فالعقيدة إن الفرعون ابن الإله بيموت ويقوم، زي ما الأزير ابن الإله، والأزير كان له صفات كبيرة، زي ما الأزير مات وقام. فحطوا لنا نموذج واحد بس للأزير إنه مات وقام، لأن أي فرعون كان بيموت كان بيتحول إلى كائن آخر في السماء بجوار آبائه الآلهة. فدي كانت العقيدة. فما كانش فرعون بيموت ويجي فرعون تاني صغير، حورس بقى صغير يورث مكان. لا لا لا، كان إله يموت يخش إله. هم كلهم ولاد الآلهة. فكان إله مات انتقل، وإله جديد جه حكم. فالإله اللي بيموت ما كانش انتهاء يعني انتهاء دولة أبدا، كان إله يموت ينتقل وإله تاني يطلع يحل محله، لأنه من نفس السلالة ونفس الدم الملكي. وده اللي كان بيخلوهم يتجوزوا من بعض وينجبوا يعني أولاد إلى حد ما قد يكونوا فيهم شيء من التشوهات، زي فترة إن صح الاسم بتاعه توت عنخ آمون مثلا، أو أخناتون أبوه كان برضه فيه شوية تشوهات كده يعني. لأنهم كانوا الزيجات من بعضهم كانت أكتر يعني. الأخ اتجوز أخته وما شابه. كانش عندهم حرج في كده، على أساس إن الآلهة كانوا ممكن الإله يتجوز أخته بالشكل ده يعني. طبعا هو في بداية الخلق، في بداية البشرية، كان ممكن الأخ يتجوز أخته، بس مش أخته التوأم. كان المفروض يعني كما ورد في الآثار يعني إن حواء كانت بتنجب 2 في كل مرة. فكان الأخ من الحمل ده ياخد الأخت من الحمل الآخر والعكس. فقد تكون الأخوة بين التزاوج ما بين الأخوة متوارث في هذا العهد السحيق من هذه الفكرة يعني. خصوصا أنهم كانوا الناس الكبار أو القدام كانوا بيمجدوهم وبعدين يخلدوهم وبعدين يعبدوهم، وهكذا عادات التاريخ. عادات التاريخ عموما ماشية كده. فنلخص تاني فكر الآلهة المصرية، نلخصه كالتالي: أمون الإله الكبير، كل الآلهة اللي على الأرض كل إله له عمل، ممكن كل واحد منهم يحل في التاني، ما كانش فيه مشكلة، أو إلهة تحل في التانية برضه ما فيش مشكلة، لكن كلهم في الآخر يعودوا إلى أمون، كلهم في الآخر جزء من الأمون. حتى إيزيس كانت تحمل لفظ الكبرى، والكبرى هي أمون. كل رمز الصقر، ما فيش صقر اسمه حورس. أما اختزلنا الصقر في حورس، ده اختزال اليونان.
عفوا اختزال الرومان كمان مش اليونان بس. اختزال الصقر ده انه حورس، الصقر ده ورد في الجاردنر على احصائي ما لا يقل عن 100 مره، 100 مره يعني 100، يعني ممكن يبقى 120 150. انا لسه انا بحصي، انا عديت ال 100 مره في الاحصاء ولسه ما خلصتش الكتاب، قد يكون فيه، فانا بقول اكتر من 100. وانا على فكره 100 في ال 60% من الجاردنر، ما كملتش احصائه لسه يعني. ورد حورس فيه بالنص الصريح 3 4 مرات في المية دول. اما وردت ايزيس بشكل حورس، وردت نفتيس بشكل حورس، ورد امون بشكل حورس، كلهم تقريبا جايين على الازير بشكل حورس، مش بشكل حورس، بشكل الصقر. يعني هذا الصقر هو ايزيس، هذا الصقر هو امون نفسه، هذا الصقر هو القصير نفسه. الصقر ده معبر عن كل الآلهة، لا يجب اختزاله في حورس بس، مش ممكن، مش ممكن نختزل الصقر في حورس زي الرومان ما عملوها. ما ينفعش، ده موضوع إخلال بالعمل. ورد الصقر في الكتاب مئات كتير جدا جدا، ما جاش ولا مرة في حورس إلا مرة واحدة، لكن بقية المرات هو معبر عن كل، حتى عن أمون. الصقر معبر عن أمون. وهنفرد للجزء ده حلقة مهمة جدا جدا في بالأدلة الأبجدية يعني، في كتاب أو في مجموعة حلقات مفاتيح وحي الكلمة. لكن هنرجع تاني ونقول بشكل سريع خالص ان امون اله كبير، كل الالهه ما فيش بينهم تنافس. الازير كان اله محوري يحل في كل واحد منهم. الازير مات وقام من الاموات عشان يدي نموذج للفرعون اللي يموت ويقوم مره تانية يتولى الحكم واحد غيره، وهكذا تستمر الدوله ويستمر الكهنوت ويستمر العمل. دي فكره باختصار عن شكل الالهه وشكل العمل الكهنوتي في الدولة القديمة. ودي كانت حدوتة النهاردة. شكرا لكم.